في فجر 24 من فبراير عام 2022 استيقظ العالم على أصوات الانفجارات في قلب أوروبا. صواريخ روسية تمزق سماء أوكرانيا ودبابات تتقدم نحو العاصمة كييف لتبدأ واحدة من أخطر الحروب في القرن ال21. لكن هل كانت هذه الحرب وليدة اللحظة أم أنها نتيجة صراع طويل يمتد لعقود بين روسيا الباحثة عن مجدها القديم وأوكرانيا التي حلمت بالانضمام إلى الغرب وحلف الناتو؟ في هذا الفيديو سنعود إلى ما قبل الانفجار لنكشف جذور الصراع والأسباب الخفية وراء حرب تهدد بعودة الحرب الباردة من جديد أو ربما باندلاع الحرب العالمية الثالثة. اندلعت أولى شرارات الحرب الأوكرانية الروسية عام 2014 لما قامت روسيا بعدة عمليات عسكرية في الأراضي الأوكرانية بعد احتجاجات الميدان الأوروبي وعزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وسيطرت روسيا على مواقع استراتيجية وحيوية في شبه جزيرة القرم، ونجحت في ضم القرم تحت سيادتها بعد استفتاء صوت فيه سكان القرم لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية في دونباس، واللي رفضته أوكرانيا ومعظم المجتمع الدولي رفض استفتاء الضم. وفي 15 إبريل أعلن البرلمان الأوكراني أن شبه جزيرة القرم هي أرض محتلة مؤقتا من روسيا، وتصاعدت مظاهرات الجماعات الانفصالية المؤيدة لروسيا، وده اللي أدى إلى الصراع المسلح بين الحكومة الأوكرانية والجماعات الانفصالية المدعومة من روسيا. وفي عام 2016 اتجدد الصراع مرة تانية. روسيا زادت من وجودها العسكري على طول خط الحدود في القرم وأغلقت المعابر الحدودية، واستمرت في المناوشات حتى عام 2018. وفي 25 نوفمبر 2018 بالقرب من مضيق كريتش اللي بتسيطر عليه روسيا أطلقت سفن حربية روسية النار على 3 سفن أوكرانية، وأيد المشرعين في البرلمان الأوكراني بشكل ساحق فرض الأحكام العرفية على طول المناطق الساحلية الأوكرانية والمناطق المتاخمة لروسيا، ردا على إطلاق روسيا النار على السفن البحرية الأوكرانية والاستيلاء عليها من شبه جزيرة القرم. وفي 21 فبراير 2022 اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهورية دونستيك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، وهم دولتين بيسيطر عليهم الانفصاليين عن أوكرانيا المؤيدين لروسيا في دونباس. ودونباس هي منطقة تاريخية وصناعية كبيرة في جنوب شرق أوكرانيا، وبتشتهر بثرائها من مناجم الفحم والحديد، وتعتبر مركز صناعي هام. وفي 22 فبراير أذن مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع باستخدام القوة العسكرية ودخول الجنود الروس كلا المنطقتين. وفي 24 فبراير أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية، وبدأت روسيا اجتياح عسكري كبير على أوكرانيا، وكان هجوم مفاجئ من غير إعلان حرب وتصعيد حاد للصراع اللي بدأ في 2014 لما بدأت روسيا تعمل انفصاليين في منطقة دونباس، وده أدى إلى صراع مسلح أودى بحياة أكتر من 14,000 شخص قبل الغزو الشامل عام 2022، واللي وصفوا العديد من المسؤولين والمحللين بأنه أكبر هجوم عسكري في أوروبا من الحرب العالمية الثانية. وأدان المجتمع الدولي روسيا بشدة وفرض عليها عقوبات جديدة، وده أدى إلى الأزمة المالية الروسية. وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن الحرب نشأت أزمة لاجئين عبر أوروبا، لأن فر أكثر من 1,000,000 أوكراني خلال الأسبوع الأول من الغزو، وحدثت احتجاجات كبيرة واجهتها روسيا باعتقالات جماعية وقمع الحكومة الروسية وسائل الإعلام المستقلة. وبدأت بعض الشركات في مقاطعة روسيا وبيلاروسيا، وقدمت الكثير من الدول مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا. وبوتين قابل كل ده بتصريحات عدوانية شديدة جعلته على أهبة الاستعداد هو والسلاح النووي، وده زاد التوترات بين الغرب وروسيا من مخاوف اندلاع حرب نووية. وأعلن بوتين أن العملية العسكرية بتهدف لنزع السلاح النووي في أوكرانيا، وادعاء أن الحكومة الأوكرانية بتضم نازيين جدد بيرتكبوا إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في دونباس. وبيرجع أصل كل من حضارة روسيا وأوكرانيا إلى حضارة كيف روس اللي نشأت في القرن التاسع، واللي بيمنحهم جذور تاريخية وثقافية مشتركة. وعلى مر القرون وقعت أوكرانيا تحت تأثير الإمبراطورية الروسية وبعدين الاتحاد السوفيتي، وده اللي أدى
أدى إلى نزاعات على الهوية والاستقلال، خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991. وبيتبنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهات نظر حدودية وإمبريالية تتحدى شرعية أوكرانيا كدولة مستقلة، واللي أثارت رغبة أوكرانيا في تعزيز علاقاتها مع الغرب وطموحها الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. قلق روسيا اللي بتعتبر أوكرانيا جزء من مجال نفوذها، لأن روسيا شايفة أن السيطرة على أوكرانيا ضرورة لتحقيق مكانتها كقوة عالمية، وأن أوكرانيا الديمقراطية المزدهرة بتشكل تهديد للنظام الاستبدادي في روسيا، فبتسعى لاستعادة ما تعتبره بمجال نفوذها في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، وبتعتبر أوكرانيا جزء أساسي من هذا المجال، وأن هدف روسيا هو إضعاف منظومة الأمن الغربية وتدمير مصداقية حلف شمال الأطلسي اللي هو الناتو. وبيرى البعض أن روسيا بتسعى لإثبات عدم قدرة الغرب على هزيمتها، وأن الناتو ملوش لازمة، وفي المقابل حذر الحلف من توسع الحرب بسبب الدعم العسكري من كوريا الشمالية لروسيا. وروسيا زي كل القوى العظمى هدفها تحويل أوكرانيا إلى نظام عميل وتنصيب حكومة في كييف تتوافق مع المصالح الروسية. وشكك الرئيس الروسي في شرعية الدولة الأوكرانية، وادعى أن الأوكرانيين والروس شعب واحد، وأن أوكرانيا دولة مصطنعة ملهاش وجود. وبتستخدم روسيا سرديات تاريخية غير دقيقة لتقويض استقلال أوكرانيا، وبتتهم الغرب بتقسيم ما تسميه بالعلم الروسي بشكل مصطنع، وحاولت على مدى قرون قمع اللغة والثقافة الأوكرانية لترسيخ هيمنتها وسيطرتها على أوكرانيا، لأن روسيا شايفة أن أوكرانيا الديمقراطية بتشكل تهديد لسلطة بوتين، وأن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في روسيا يمكن أن تتأثر بالنجاحات الديمقراطية في أوكرانيا. وبيعتقد بوتين أن الرئيس الأوكراني المنتخب ديمقراطيا فلاديمير زيلينسكي خطر عليه، وأنه قام بالغزو على أوكرانيا للقضاء عليه هو وعائلته.